اللي حصل حصل وقدر الله ما شاء فعل. واحنا ما عندناش مشكلة في بطولة ضاعت. ياما كتير خدنا بطولات وياما كتير هناخد بطولات، مش هنبكي على اللبن المسكوب، مش هنعمل زي غيرنا. الأندية اللي أصلا يعني ما تحلمش توصل لنص نهائي إفريقيا ولا نهائي افريقيا. وبيتكلموا ورايحين يشجعوا، ده جماهيرهم بدأت تشجع فريق تاني. انت عندك كره للاهلي اكتر من حبك لناديك. ايه الكلام دوت؟ ايه اللي الجماهير تقول لك انا هنشجع؟ لا، احنا ما بنشجعش ولا بيراميدز ولا صن داونز، ما بنشجعش حد، احنا بنشجع الاهلي اللي يكسب بعد الاهلي. طالما الاهلي مش فيها اي حد ياخدها مش هيشغلنا، مش هيشغلنا ان كان بيراميدز صن داونز. هما فرقتين كويسين ولعبوا كوره. بيراميدز لعب ماتش جميل جدا قدام اورلاندو، لعب ماتش يستحق عليه فعلا التأهل. كان عندهم روح واصرار، كان لعبوا كورتهم اللي هم بيلعبوها، ما تفلسفوش في حاجه. المدرب بتاعهم كان واقعي بالنسبه لامكانيات لعيبته. وبرغم ان الفريق اللي قدامه فريق كان يعني انا بشوفه هجوميا افضل من سان داونز كمان. يعني سان داونز فريق منظم وتكتيكي عالي جدا، انما اورلاندو هجوميا كان ايجابي في الهجوم اكتر من سان داونز، انا بشوف كده. بس الفريق المتكامل فعلا هو سان داونز افضل يعني تكتيكيا وفريق بطوله فعلا هو سان داونز. وهو اتوقع ان هيبقى نهائي كويس بين بيراميدز وسان داونز، زي ما كان نهائي مبكر بين الاهلي وسان داونز. لان انا ما اعتقدش ان ولا بيراميدز ولا اورلاندو يلعبوا في نهائي اكتر من سان داونز والاهلي. ولكن قدر الله ما شاء فعل. احنا مش زعلانين في حاجه، احنا بنساند الاهلي وفي دار الاهلي دايما، وبنساند الكابتن محمود الخطيب الراجل المحترم القيادي المحترم اللي ما فيش ما اظنش ان في حد يصلح لقياده الاهلي غيره. في كتير من ابناء الاهلي يقودهم، بس طالما هو موجود اذا حضر الماء بطل التيمم. انا ما يبقاش عندي الخطيب واشوف حد تاني يدير الكوره. لا، انا شايف ان الخطيب راجل محترم وحابب اداره النادي. طبعا الوزير سياده معالي الوزير والقانون اللي هو بصدد تفعيله، انا ما اعتقدش ان القانون ده هينفع. اولا الكرة عندنا الرياضة يعني من حتى من فوق لتحت كده، من قاعدة الهرم لقمة الهرم كلها فاشلة فاسدة فاشلة، ما فيهاش الشفافية والعدالة اللي تنتج لك منتخبات قوية تعرف تنافس بيها، اللي تنتج لك أندية. هو الحسنة الوحيدة في مصر في الكرة هي الأهلي. ما أعتقدش إن فريق تاني على مدار أكتر من 15 سنة من بعد 2010 وبطولة المنتخب فريق تاني رفع راس مصر غيره، ما أعتقدش يعني. طبعا مش الكونفدرالية هنقيس عليها ولا ينفع ناخدها كمقياس. لا، الاهلي رفع راس الكره المصريه، وما ينفعش بشتى الطرق ان يكون في هدم للمعبد. لا، احنا في عندنا تواصل ادارات، جيل بيسلم جيل بيسلم جيل، واللي قبله بيستلم الرايه ويكمل بيها. ما عندناش المشاكل الإدارية اللي في أندية تانية كتير. أندية ما أعتقد إنها كام سنة وهتتلاشى هي كمان، زي الترسانة وزي أعتقد إن الزمالك داخل في السكة ديت، وزي الإسماعيلي. كل ده هيروح في النسيان خلاص. ما أعتقد طالما الكرة دخل فيها الفلوس عن الجماهيرية. انت عايز استثمر في نادي شعبي واصرف عليه، نادي عنده جماهيريه. ما يبقاش يعني احنا شفنا نص نهائي افريقيا الاهلي جماهيره عامله ازاي، والماتش التاني بتاع بيراميدز اورلاندو كانت المدرجات عامله ازاي. انا مش هبقى فرحان ان اكتر انديه الدوري الممتاز ما لهاش جماهير. وانتوا عارفين ما كتير ده انديه المؤسسات وانديه الشركات وانديه الاستثمارات لا 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 لا، احنا عايزين نرجع اللي عايز يستثمر في الانديه الشعبيه الفاشله اللي مش شغاله، اللي ما بتدرش اموال تعرف تصرف على نفسها. انما انت تستثمر في الاهلي. الاهلي عنده شركه كوره بتجيب له فلوس، عنده استثماراته، وعنده انشاءاته ومقراته.
بيجيب فلوس، بيعرف بيجيله كمان من البطولات اللي بياخدها. ما فيش متهيألي نادي في مصر حتى لو 100 بيراميدز في بعض هيدخل دولارات زي ما الاهلي بيدخل لمصر. انتوا معايا في الكلام اللي بنقوله؟ لا، انت عايز تستثمر يا سياده الوزير، شوف الانديه الشعبيه اللي بدات تتلاشى، بدات تخلص. ما بداش نشوف انديه فيها في اتحاد، محله، مصري، اسماعيلي، زمالك، اهلي، في مين تاني؟ مفيش انديه تاني، انديه تتعدى على صابع الايد الواحده. مش دي اللي احنا، لا، احنا طول عمر الدوري بتاعنا دوري جماهيري، دوري مدرجات كامله العدد. مش ده اللي احنا منتظرينه. استثمار ايه اللي يخلي لي المدرجات كلها فاضيه؟ استثمار ايه اللي مفيش ده الكرة للجماهير. الكرة للجماهير معمولة علشان تتمتع الجماهير. الجماهير لو ما استمتعتش، والشيء الوحيد اللي بيفك عننا احنا في الوقت اللي احنا عايشينه والحياة الصعبة اللي احنا عايشينها الكورة. الكورة دي ما يعني حرام اللي انتوا تدمروا الكورة كده بالتربيطات والمحسوبيات واللجان اللي منبثقه من اتحاد، من رابطه، مش لا 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 لا. الكلام ده انا عايزين ناس تكون بتدير كرة صح. ان هاتوا ناس من الاهلي تدير طالما مش عارفين تديرهم، ولا اتحاد عارف يدير، ولا رابطه بتدير. والوزير طول ما ان شاء الله في وزراء كده زملكاويه طوالي، ان شاء الله ما فيش تقدم للكوره ولا في تقدم للرياضه. رياضة ايه؟ احنا فشل. اولمبيا فشل، دورة اولمبية فشل، منتخبات من الناشئين للكبار فشل. ما تقول لي كاس داخلين كاس عالم اللي احنا المنتخب اللي بينافس عليه ما فيش مجموعة ولا في فرصة اسهل من كده يقول لك خش كاس عالم. ما يبقى افريقيا منها 10 منتخبات تخش كاس عالم وانت مش فيهم، ومنافسينك ايه؟ بوركينا فاسو وجيبوتي واثيوبيا. ايه ده اسهل. لو جبت اي مدرب مسك المنتخب هيصعد هيصعد من المجموعه دي في كاس عالم. مش ده المقياس. مقياسكم احنا مش شايفين ان انتم فشله في الاداره، فشله في اداره اتحاد الكوره، تربيطات، تظبيطات، فساد كتير من الاخر شايفينه. وده احنا كجماهير مش حابينه ولا حابين نشوفه في ملاعبنا، ولا حابين نشوفه في الرياضه. نضفوا الرياضه ونضفهم من جواكم عشان يبقى عندنا مستقبل ان شاء الله في الرياضه. ده لو كنتم محتاجين ان احنا يكون لنا مستقبل في الرياضه. شوفوا المغرب عملت ايه، شوفوا المغرب عامله نهضتها ازاي كرويا ورياضيا. شوفوا وصلت لرابع كاس عالم. حاجه ما عمركم ما تفكروا كده. انتوا اكبر حاجه عندكم تمثيل مشرف، تصعد تستدعوا وصعدت. انما احنا كفايه علينا التمثيل المشرف، هو ده غايتنا وكل ده اللي نقدر نوصل له. انما تقدر تعمل زي المغرب، تعرف تعمل زي السعوديه، تعرف مفيش الكلام ده عندنا. لان احنا عندنا ناس ما بتفكرش في الرياضه اكتر ما بتفكر في مصالحهم الشخصيه. وكل واحد عارف هو ما يعرفش الناس دي بتنام ازاي وبيجي لها نوم ازاي. ما علينا. عامة استنونا في حلقة جديدة من برنامجكم مشجع درجة ثالثة، وإن شاء الله لنا للحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.